السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنزين زاد. في ناس كتير جدا بتشتكي ازاي اوفر استهلاك الوقود. انا عندي الموتوسيكل ممكن اللتر بيمشيني من 25 ل 30 كيلو، 150 سي سي او 200 سي سي، اللي هي الموتوسيكلات الشعبي. اعمل ايه وهل كده طبيعي ولا لا؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا سيدي الفاضل، موتوسيكل صيني او هندي، سواء تي في اس او بوكسر بجاج، والصيني بقى بجميع انواعه زي ما انت عارف، حلاوه، هوجن، دايو، ياسونج، الكلام ده 150 او 200. المعدل الطبيعي من 30 ل 40. طبعا في موتوسيكلات زي ما احنا قلنا، زي مثلا دايو 6، دايو 26، الكلام ده بتبقى موفره شويه، ممكن تلاقي اللتر يمشيك 40. الدايو 4 الكلام ده 35. هتلاقي مثلا ال 200 الحلاوه والكلام والهوجن جامبو من 30 ل 35. فعموما كله من 30 ل 40. طيب انا عندي الموتوسيكل بقى بيقول لك 20 اللتر بمشيك 20 كيلو، 25 كيلو، لا ده كده مش طبيعي. اوفر بنزين ازاي؟ او ايه الاسباب اللي بتخلي البنزين زياده استهلاك البنزين؟ اول حاجه، ودي احصائيه عالميه حتى في العربيات، الكاوتش. يا عم الشيخ صلى على النبي، ايه اللي دخل الكاوتش في الموتور والبنزين؟ ما انا هقول لك اهو، انا هقول لك قاعده عامه تمشي عليها. ده اصل اصولي في استهلاك الوقود. كل حمل على الموتور بيزود استهلاك الايه؟ بنزين. ازاي؟ انا النهارده الموتور ده مش هو اللي بياخد بنزين عشان يدور؟ اه. طب اي حمل زياده على الموتور يتقل الحركه بتاعته او يزود العزم عليه، ده يستهلك بنزين، لان انا محتاج زياده بنزين وار بي ام عشان الموتور يشتغل. يبقى الكاوتش لو مهوي بيعمل زياده حمل على الموتور. يبقى تشوف ضغط الهواء بتاع الكاوتش. مفيش حاجه اسمها اصلا لما بزود الكاوتش المكنه بتتزحلق، الكلام ده لا، ده في الشتاء بس. يبقى انا عندي اول حاجه الكاوتش. رقم اتنين الفرامل. الفرامل لو محمله بتعمل وزن وتقل على الموتور، فمحتاج تقرص قوي. تمام؟ دي حاجات خارج الموتور خالص اهو، بره. يعني الموتور بتاعك سليم او مش سليم، انا بره الموتور خالص اهو. كاوتش، فرامل، البلي، بلي قافش، الكلام ده، في بوش في الجنوط، كل ده بيأثر. آلة الجر، الحاجة، اي حاجه بتعمل تقل بره. طيب انا عندي لا، المكنه 100 100 وزي الفل وجديده. تعال بقى معايا على الفلتر. فلتر الهواء لو مكتوم او في اتربه او الكلام ده رواسب، بيعمل معايا ايه؟ بيعمل معايا زياده صرف للوقود. ليه؟ لان انت قافل الهواء، المفروض ان عندي نسبه وتناسب. عندي نسبه 14.7 هواء على جزيء واحد بنزين، يبقى 14 لواحد. لا انت بقى لما قفلت الهواء فبيبدا يزود سحب بنزين، ولذلك تلاقي في حاجه عندي غبره سوداء او دخان سوداء والكلام ده حرق بنزين. تمام؟ يبقى هنضف فلتر الهواء باستمرار. انا طبعا عملت فيديوهات قبل كده ازاي تنظف فلتر الهواء بنفسك من غير ما تروح لميكانيكي، لان انت محتاج فلتر الهواء ده تنضفه كل 3 4 ايام، كل اسبوع، لان الجو مليان غبره وتراب والكلام ده. طيب، يبقى ظبطنا المكنه من بره. هخش على الفلتر. بعد كده الكربراتير. كربراتير ضبط الهواء، الكربراتير والصلانسيه والبيك بتاع البنزين وبتاع الهواء والكلام ده له علاقه قويه جدا بصرف البنزين، لان اصلا الكربراتير ده بتاع البنزين. ظبطنا الكربراتير و100%. في حاجه تاني، شوف، في حاجات انت ممكن تتخيل، لان بعض الميكانيكيه قالوا لك ان هي لها علاقه بصرف البنزين، بس هي مالهاش علاقه بصرف البنزين. زي حنفيه البنزين وفلتر البنزين، يقول لك اصل اقفلها شويه، افتحها شويه، بتنزل تحت، ده مالهاش علاقه. فانت ركز في اللي انا بقوله. طيب، المكنه كاوش تمام، فرامل تمام، المكنه زي الفل، الفلتر نظفناه، الكربراتير. في حاجه تاني؟ اه طبعا. خش بقى على المهم، الموتور نفسه. تكهات. التكهات لو محمله تصرف معاك بنزين. البوجيه، الكهرباء لو ضعيفه تصرف معاك بنزين. ورق الدبرياج، اللي دخل ورق الدبرياج في البنزين، مش انا قلت لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام؟ طول بالك. ورق الدبرياج ده لو فيه تآكل مش مظبوط، الدبرياج مشدود قوي، ايه اللي بيحصل؟ المكنه بتنعر وهي ماشيه. يعني ايه بتنعر؟ يعني الار بي ام بيبقى عالي والمكنه مش في سحب، فانت عشان تسحب قوي تزود قوي. فالار بي ام، هقول لك، هفهمك نقطه حلوه قوي. انا عندي معدل استهلاك الوقود قائم مش على سرعه الموتوسيكل، قائم على سرعه الار بي ام، اللي هي عدد لفات الموتور، دورات المحرك. البستم بتطلع وينزل يسحب ايه؟ بنزين.
ولذلك دايما بقول لك لازم الار بي ام يكون اقل من السرعه الفعليه بتاع الموتوسيكل. سرعه الموتور اقل من ده الصح. في ناس بتجيني يقول لي ايه، انا عندي الار بي ام نفس السرعه. انا ما باخدش بالكلام ده ليه؟ لان ممكن يكون اصلا العداد نفسه بايظ، لان العدادات الصيني بيجي فيها نسبه خطا من 15 ل 20%، مش دقيقه قوي سواء في السرعه. ولذلك ناس كتير جدا يقول لك ايه، السرعه الفعليه انا بقيسها على العربيه مش مظبوطه. طبيعي. تمام. انا اهم حاجه عندي صوت الموتور. فيقول لك الموتور بينهار والمكنه ما بتسحبش، ورق دبرياج. طب ورق دبرياج يعني ايه؟ يعني عدد دورات المحرك عاليه وسرعه الموتوسيكل بطيئه، فالمشوار اللي هيمشيني مثلا 100 كيلو هيسحب معايا بنزين اعلى لان الموتور اشتغل اكتر. تمام. يبقى ورق الدبرياج. عندي ايه تاني؟ الكهرباء. ده نقطه مهمه جدا. ناس كتير جدا ممكن تتهاون في تغيير البوجيه او في نظافه البوجيه، لان البوجيه لما يكون الكهرباء مش مظبوطه بتعمل معاها صرف وقود ودخان اسود. تمام. طيب ايه تاني؟ يبقى انا عندي كده في الموتور، في الداخل الموتور تكيهات، بتاع ورق دبرياج، كهرباء. خارج الموتور كربراتير، خارج كربراتير الفلتر. بعد كده المكنه نفسها اللي هو اي حمل على الوزن على الموتوسيكل. طبعا الوزن القائم على الموتوسيكل له دور. يعني ايه الوزن القائم؟ انا لما اكون ماشي بالموتوسيكل فرد واحد غير لما اكون اتنين، غير لما يكون تلاتة، غير لما يكون اربعة. ليه؟ الوزن على الموتوسيكل ده انا هجيب لك بقى حتتين حلوين قوي. الوزن والتقل على الموتوسيكل حمل على الموتور، فبرضه بيعمل معايا خنقه وانا ماشي، فلازم ازود قوي واقرص عشان المكنه تاخد سرعتها. في حاجه بقى مهمه قوي بتغفل عنك، زي الهواء المقابل للموتوسيكل. ده بيعطل حركه الموتوسيكل، ولذلك تلاقي الموتوسيكل لو ماشي في اتجاه الهواء خفيف ومية مية وزي الفل. لو عكس الهواء تلاقيك لازم تقرص قوي عشان تاخد السرعه بتاعتك المناسبه. يقول لك السرعه بقت بطيئه وانت طالع مطالع والكلام ده. طب ده في ناس بتعمل ايه؟ يقول لك يحط لك بربريز يجي متر في متر كده قدامه او على الركب او كل ده بيعمل مصدات رياح. يبقى انا لازم اخفف الوزن، اقلل من الحجم بقدر المستطاع. الهواء بتاع الكاوتش، الفلتر، الكلام ده كله هتشيك على الكلام ده كله باذن الله. وفي حاجه مهمه جدا اللي هي نوع البنزين المستخدم. البنزين انا الموتوسيكل ده اهو مثلا زانتوس 95، ما ينفعش احط 92. عند الموتوسيكلات الصيني والشعبي والكلام ده كله والبوكسر والهند والتيفيس والكلام ده 92. هحط 80 هيصرف معايا وقود اكتر. تمام. لان نسبه الاكوتان برضه لها علاقه بصرف الوقود. هتقولي طب ما انا احط 95 لو هو عايز لا، خلينا في 92 افضل للموتوسيكلات الشعبي. لا حاميه ولا بتلسع صباب ولا تسمع الكلام ده كله، وبتقلل من استهلاك الوقود. يبقى الجنيه ولا ال 2 جنيه الزياده ما بين ال 82 او ال 80 وال 92 بتوفر فيهم في البنزين، وبتنظف فيهم في موضوع الكربون والكلام اللي بتبقى ايه على البست مصوت والكلام ده. ده كده تقريبا والله اعلم كل حاجه عن صرف الوقود. طبعا لو نسيت حاجه ولا حاجه، في انا متابعني الحمد لله ناس مهندسين افضل مني بكتير جدا، اكتبوها تحت في التعليقات برضه ونتناقش في المساله. وما ننساش صلى على النبي عليه الصلاه والسلام.